تغيير موعد صرف معاشات يوليو 2023 ليصبح قبل موعد عيد الأضحى والتأمينات تحسم الجدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة الأسرة. هل سيتم تغيير موعد صرف معاشات يوليو 2023 ليصبح قبل موعد عيد الأضحى؟ الحقيقة كاملة في هذا الفيديو، ولكن قبل معرفة التفاصيل يسعدنا دعمكم لنا بالاشتراك في القناة من العلامة أسفل الفيديو وعمل لايك للفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تغيير موعد صرف معاشات يوليو 2023 ليصبح قبل موعد عيد الأضحى المبارك في خلال الساعات الماضية، فقد تزايدت معدلات البحث من جانب الكثير من المواطنين وخاصة من أصحاب المعاشات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي جاءت بشأن معاشات شهر يوليو وهي مواعيد الصرف، وهل تم تغيير مواعيد الصرف أم لا؟ وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن زيادة معاشات شهر يوليو لصالح جميع المستحقين، وذلك القرار فهو الذي جاء بتكلفة سنوية قدرت بمبلغ حوالي نحو 55 مليار جنيه، وبالإضافة إلى ذلك فقد تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة بلغت 50% للعاملين في داخل القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقد بلغت التكلفة السنوية حوالي نحو 10 مليارات جنيه مصري بحسب البيانات الصادرة من قبل وزارة المالية. وقد جاء من ضمن القرارات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كانت لتحقيق زيادة معاشات يوليو لجميع المستحقين والمستفيدين منها، والتي ستكون بنسبة 15%، والتي تم صرفها لأصحاب المعاشات اعتبارا من الأول من شهر إبريل الماضي من العام 2023. بالإضافة إلى ذلك تم رفع حد الإعفاء الضريبي للدخل السنوي من مبلغ كان بنحو 24 ألف جنيه إلى مبلغ نحو 30 ألف جنيه سنويا، والذي جاء واعتبارا من الأول من شهر إبريل الماضي من العام 2023. ولكن هل سيتم تبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023 بقيمة الزيادة الجديدة؟ حيث يأتي ومن المعروف بأن معاشات يوليو 2023 سوف يتم صرفها بداية من اليوم الأول من الشهر المقبل، حيث يتم وضع الأموال المخصصة لأصحاب المعاشات في داخل الأماكن المحددة لعملية الصرف في خلال الفترة المحددة من الأول وحتى السابع من الشهر. وسوف يتم صرف المعاش من خلال بطاقة ميزة، أو يمكن صرف المعاشات عن طريق الحساب الجاري، وهناك العديد من الأماكن التي يمكن أن يتم صرف منها المعاشات وهي التي سوف نتعرف عليها. وكذلك يمكنك صرف المعاش عن طريق محفظة المحمول، وحتى تلك السطور فلم يتم الإعلان بشكل رسمي عن حقيقة تبكير معاشات شهر يوليو 2023 بقيمة الزيادة الجديدة، حيث تم بشكل رسمي تبكير مرتبات شهر يونيو الجاري، وذلك القرار جاء بسبب موعد حلول عيد الأضحى، وسوف نقوم بإبلاغكم بشكل فوري في حالات حدوث تغيير في مواعيد صرف معاشات يوليو القادم 2023، وذلك في حالة أن صدرت أي قرارات جديدة من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية.